أزمة تضرب الجامعات اللبنانية. على الرغم من الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي عرقلت الدراسات الأكاديمية والبحثية، برزت دراسة سلطت الضوء على عمليات البحث الأخيرة التي تقوم بها الجامعات، خصوصاً الجامعة اللبنانية، مثنية على اللغات المتعددة التي تصدر عنها الدراسات. وعلى الرغم من المجالات المتعددة التي تغطيها الأبحاث، برزت نقطة ضعف تتمثل بتطبيقها أو صنع القرار العملي على الأرض، تترافق مع تشتت في أنظمة البيانات، تفاوت في جودة الأبحاث، ضعف الروابط بين الباحثين والصناع، بالإضافة إلى غياب إطار موحد يرتقي بمستوى الأبحاث. وهذا ما يشير إلى أزمة خطيرة قد تضرب مستوى الأبحاث اللبنانية غير المنفذة على الأرض. مصدر تربوي قال للبنان 24 أن على صناع القرار الاستفادة من التقييمات الدولية وبرامج التمويل لتوجيه البحث الوطني لدعم السياسات، محذرا من استمرار غياب استراتيجية معينة تربط البحث المنجز بصنع السياسات، عدا عن تدهور التمويل والصراعات السياسية التي تقلل من الابتكار والتحديث، بالإضافة إلى ضعف التفاعل بين الباحثين وصناع القرار وتركيز الباحثين على النظري دون التوجه للعملي.